عيانة جات لي في الجلسات وبتقول لي إن أنا مزاجي بقى متلخبط أوي، شوية أحس إن أنا زعلانة وفي لحظات بارجع بابقى طبيعية جدًا، أو أبقى طبيعية والدنيا عادي وما فيش أي حاجة، في لحظات أحس إن أنا متعصبة جدًا، وبعد كده بارجع أكون طبيعية جدًا وكأن ما حصلش أي حاجة. بتقول لي كمان لدرجة إن الناس ساعات بتقول لي: "هو أنتِ مجنونة؟ هو أنتِ إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟" قالت لي كمان: "أنا باحس إن أنا بارجع ولا كأني كنت لسه مبهدلة الدنيا ومزعقة ومتعصبة وعملت عمايل ما كانش ينفع أبدا إنها تتعمل." تقول لي أزعق وأتخانق وأعيط وأشتم، الناس كلها بدأت إن هي تبعد عني. بتقول لي: أنا ما بقتش عارفة أعمل إيه، وقولي لي على حل، وهل فعلا جلسات العلاج النفسي ممكن تساعدني ولا لا؟ معكم نهلة عبد الباقي، أخصائية نفسية. خلينا نتكلم إن اللي هي بتحكي عليه ده اسمه التقلبات المزاجية. التقلبات المزاجية دي بتحصل للأشخاص اللي بيكون عندهم حاجة اسمها اضطراب الشخصية الحدية أو البوردر لاين. التقلبات المزاجية السريعة دي زي ما هي حكت كده بالظبط، ان انا المفروض بيبقى مزاجي طبيعي، فجأة بحس ان انا زعلانة، برجع بعد كده بعديها بشوية بشكل طبيعي تاني، او الاقي ان انا مثلا عادية فجأة احس ان انا غضبانة، او اكون غضبانة فجأة ارجع بشكل طبيعي وعادي كأن ما حصلش اي حاجة. فاضطراب الشخصية الحدية من اشهر اعراضه هو التقلبات المزاجية. اعمل ايه بقى علشان خاطر اقلل من اعراض الاضطراب ده؟ اول حاجة انا لازم اتابع كويس جدا مع الطبيب النفسي، ولازم اتابع في جلسات العلاج النفسي، واتاكد ان المعالج النفسي اللي انا بروح له يكون متدرب كويس جدا على العلاج الجدلي السلوكي، لان تم اثبات فعاليه ان العلاج الجدلي السلوكي من اكتر العلاجات اللي فعلا بتكون بتساعد جدا مريضه اضطراب الشخصيه الحديه. فلو انت بتحسي ان انت بيجيلك تقلبات مزاجيه شديده، ما تتردديش ولو لثانيه واحده ان انت فعلا تلجئي لجلسات العلاج النفسي. لو عايزه تحجزي جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو اللي موجود في البروفايل بتاعي.